بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في رابطة محبي وعشاق النادي الأهلي المصري في فلسطين بقيادة الكابتن علاء خالد. بشرفنا ان اليوم نتواصل في بيت المرحوم اللاعب الخلوق محمد عبد الوهاب، وهذا اليوم احنا ضمن باكورة احنا كنا تواصلنا مع الحجة في ذكرى وفاته، واليوم عندما وصلنا بيتها أطلقنا على هذا اليوم يوم الوفاء للكابتن محمد، وبنقدم للحجة درع المسجد الأقصى المبارك الذي طالما تمنى محمد أن يصلي في المسجد الأقصى حسب ما ذكرت لنا الحجة. فإحنا بنحكي للحجة إن شاء الله إحنا والحجة أم محمد وإخواننا في الألتراس وفي CRV وتلفزيون قناة النادي الأهلي جميعا بنصلي في المسجد الأقصى قريبا جدا، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين مصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل يا حجة. أنا يشرفني، والمسجد الأقصى في قلوبنا، في قلوبنا كلنا، قلوب المصريين جميعا. أنا بشكر قناة الأهلي اللي هو بيتنا، يعني بيت الجميع، النادي الأهلي بيت الجميع، يعني بيتنا. كل الناس اللي هي بتفتكر محمد وكل الروابط دي وكل الشعب المصري عمره ما نسي محمد وكلكم فاكرينه. وانا والله يعني بستمد يعني قوته يعني وان انا بحس ان انا لسه عايشه ساعات بشوف بتعمل فيها كده يعني، وبتفتكروني وبتجوني وبتفكرين محمد على طول. انا ده بيسعدني جدا، وده بينسيني كتير، يعني بينسيني، بيخليني يعني بستمد قوة كده من عند ربنا وبعيش بيها على طول، بأنكم لسه فاكريننا وفاكرين محمد على طول. لأن محمد يعني أنا الواحد ما بيقدرش ينساه ثانية واحدة، فلما بلقى الناس برضو فاكراه دي بتبقى حاجة كبيرة وبتسعدني جدا. فقدتك يا عز الناس، فقدت الحب والطيبة، وانا من لي في هالدنيا سواك طالت الغيبة. انا من لي في هالدنيا سواك طالت الغيبة. رحلت من بقى وياي يحس ضحكتي وبكاي، وحتى الجرح في بعدك يقسي